السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هنستكمل سلسلة فيديوهات فحوصات الاشعة السينية، وتاني فحص معانا هو فحص مهم جدا بيطلب يوميا في المستشفيات، وهو فحص الاسكال اكس راي، اشعة على الجمجمة. هنعرف في الفيديو ده يعني ايه اشعة على الجمجمة، وليه بنعمله، والاوضاع الاساسية وكيفية عملها، وايه اللي لازم يظهر في الاشعة علشان ما يعيدش الصورة مرة تانية. خليكم معايا. عاوزين نعرف يعني ايه اسكال اكس راي، لكن قبل ما نعرف ده تعالوا نعرف يعني ايه سكال. السكال هو عظام بتحمي المخ والوجه، وبتتكون من 8 عظام اسمها كرينيوم، و14 عظمه اللي هي الفيشل بونز. 8 عظام كرينيوم ديت اللي بتحمي البرين او المخ، اما ال 14 عظمه فدول بيحموا الوجه بشكل عام. وهي دي صورة السكال، اللي على اليمين ده الوضع الأمامي، واللي على الشمال الوضع الجانبي. وزي ما اتكلمنا إن السكال مكون من 8 عظام كرينيوم وديت اللي بتحمي المخ، و14 عظمة فيشال بونز وديت اللي بتحمي الوجه. بعد ما عرفنا يعني ايه سكال، تعالوا بقى نعرف السكال اكس راي. سكال اكس راي هو فحص بالأشعة السينية بنستخدمه لتصوير عظام الجمجمة. الغرض منه هو الكشف عن كسور، تشوهات خلقية، مشاكل في الجيوب الأنفية، احيانا الكشف عن الاورام او الالتهابات. ورغم ان الاشعه المقطعيه هي البقت الاكثر استخداما، الا ان السكال اكس راي لسه بيستخدم في بعض الحالات البسيطه او كفحص مبدئي. دي صوره سكال اكس راي حقيقيه. هتلاحظ ان هي عباره عن سوتشرز، سيجنال سوتشرز، وده اللي هو بيكون في النص وبيكون موازي للميد لاين بتاع الجسم. في الكورونال سوتشر بيكون عمودي على الميد لاين بتاع الجسم. هتلاقي برضو مكون من بعض الساينسز او الجيوب، زي الاسمويد ساينس والفرونتال ساينس والماكسيلاري ساينس. والجيوب دي مهمه جدا بتسمح للهواء انه يعدي من خلالها. كمان موجود عندك البيز اوف سكال، ديت هي قاعده الجمجمه. وفي اللي هو نزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي. عظيم لحد كده. نشوف بقى دواعي عمل فحص الاسكال اكس راي. احنا بنعمل الاسكال اكس راي ليه؟ احنا بنعمل فحص الاسكال اكس راي علشان نكشف عن وجود كسور في الجمجمه، او مثلا مريض جاي في حادثه وهي عنده اصابه في الراس، او مثلا لو في عيوب خلقيه، بعض الاورام والالتهابات. ممكن المريض يشتكي من صداع شديد، بالتالي كل الاسباب ديت بتكون متاحه ليا ان انا اعمل اسكال اكس راي. وصلنا مع بعض لنقطة مهمة جدا، وهي الأوضاع الأساسية في فحص الجمجمة. أول فيو هو فيو أساسي جدا، هو البي اي. المريض بيحط جبهته وأنفه على الكاسيت. لازم الجبهة والأنف يكونوا ملامسين الكاسيت. طب ليه؟ ده علشان ان في حاجه في خط كده بيبقى خط وهمي اسمه كانثوميتال لاين او اوربيتوميتال لاين، والخط ده بيربط ما بين الاكسترنال اوديتري ميتس اللي هي فتحه الاذن الخارجيه والزاويه الخارجيه بتاعه العين او جنب العين. ولازم الخط الوهمي ده يكون عمودي على الكاسيت او الباقي. والسنتر ري زي ما اتكلمنا قبل كده بيكون في نص العضو اللي بصوره، فبسنتر في نص الاسكال. والاشعه هنا في وضع البي اي بتمر من البوستيريور للانتيريور، من خلف لامام المريض. وفي معلومه برضو حبيت اقولها لكم، ان الجزء الملامس للكاسيت هو اللي بيكون الاكثر وضوحا في الصوره. الجزء الملامس للكاسيت هو اللي بيكون الاوضح في الصوره. يعني مثلا الوضع البي اي بتاع الاسكال بيكون طبعا الجبهه هي الاقرب للكاسيت، فبالتالي العظام اللي بتشكل الجبهه بتظهر بشكل اوضح في الصوره من العظام اللي بتشكل السكال من الخلف. فمعلومه مهمه جدا وقاعده عامه ان الجزء الملامس للكاسيت هو الجزء الاكثر وضوحا في الصوره. علشان كده لما نيجي مثلا هل في مثلا كسر في المنطقه دي ولا لا، عايزين نشوف لو في مشكله في الحته دي ولا لا، فلازم تكون هي الاقرب للكسر. تاني وضع معانا هو وضع اساسي جدا، هو اللاترال فيو. المريض بيكون واقف عادي بي اي، ولكن الاسكال بس هو اللي بيكون ناحيه اللاترال، بمعنى ان جسمه كله واقف كانه بي اي، لكن اللي بيتحرك بس ناحيه الجنب هو الاسكال. وفي وضع اللاترال فيو في شويه حاجات لازم تبقى اوفرلاب كده مع بعضها. بوس ايرز الودان، والبوس ماندبلز الفكين السفليين، سيلا تورسيكا او بيسموها السرج التركي. ده مكان كده بيكون فيه البيتويتري جلاند او الغده النخاميه، لازم يكون فيه تداخل ما بينها، يعني تظهر كانها حاجه واحده. ومعلومه برضو ان افضل وضع لتشخيص السيلا تورسيكا هو الوضع اللاترال فيو. افضل وضع لتشخيص السيلا تورسيكا هو اللاترال فيو. ثالث وضع معانا وهو مش اساسي قوي، هو وضع سبيشال، وهو التاونز فيو او الاي بي اكزيال فيو. يعني المريض بيكون واقف اي بي وبيميل راسه للامام شويه، والاشعه بتتوجه للجمجمه بزاويه 30 درجه كودال، يعني ناحيه القدم.
والهدف من التاونز فيو ان انا اقدر اشوف منها الثقب الكبير او بيسموه الفورامين ماجنم، والاكسبيتال بون ده العظم اللي بيكون خلف السكال. رابع وضع معانا هو برضو سبيشال شويه، هو الكادويل فيو، وهو عباره عن بي اي برضو زي البي اي العادي، لكن الاختلاف في وجود انجيوليشن، ان هو الاشعه بيكون فيها انجله بزاويه 15 درجه كودال ناحيه السكال. يبقى الكادويل فيو هو عباره عن بي اي، لكن الاختلاف ان في هنا انجيوليشن، ان انا بميل الجهاز او التيوب بزاويه 15 درجه للسكال. الوضع الخامس معانا هو وضع برضو سبيشال شويه اسمه الووترز فيو. الووترز فيو ده بعمله علشان اشوف البارانيزال ساينس، جيوب الانفيه. المريض بيميل راسه لفوق بحيث ان يبقى الدقن والانف يكونوا ملاصقين للكاسيت، على عكس في حاله البي اي والكادويل يكون الجبهه والانف هما اللي بيكونوا ملاصقين للكاسيت. في الصوره ديت ده وضع البي اي، بيكون المريض واقف وممكن يبقى نايم برون على ظهره، وبيكون الجبهه والانف لامسين البقي، والوضع ده بيوضح لي الشكل العام للسكال. ودي صوره السكال بي اي. وده وضع اللاترال فيو للمريض، بيكون واقف او نايم برضو برون، والسكال بس بيكون في وضع اللاترال مش الجسم كله، يبقى السكال بس هو اللي بيكون في وضع اللاترال مش الجسم كله مع السكال. ودي صورة اللاترال سكال اكس راي. ده هو التاونز فيو، وهو عبارة عن اي بي اكزيال، والمريض بيميل رأسه للأمام شوية، والأشعة بتتوجه للجمجمة بزاوية 30 درجة كودال، وده بيوضح لي الفورامين ماجنم والأوكسيبيتال بون. وده هو وضع الكادويل فيو، وهو نفس الوضع بي اي العادي لكن بزاوية 15 درجة كودال. وده هو الووترز فيو، بيكون المريض رافع راسه بحيث ان الدقن والانف يكونوا لامسين البقي، على عكس في البي اي والكادول بيكون الجبهه والانف بيكونوا ملاصقين للبقي. والووترز فيو زي ما اتكلمنا ان هو بيوضح لي جيوب الانفيه اللي هو البارانيزال ساينس. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده وهي ايه اللي لازم يظهر في الاشعه، او ايه اللي المفروض تراعيه في صوره الاشعه. في كل صوره من صور السكال لازم تتاكد ان الجمجمه باينه بشكل كامل بدون قطع، مينفعش الصوره تبقى مقطوشه، لازم يكون الجمجمه باينه من اولها لاخرها. بدايه الجمجمه من فوق الفيرتكس، يبقى انت لازم تجيب الفيرتكس وده بيبقى قمه الجمجمه، لحد اللي هو تحت البيز اوف سكال، يبقى انت برضو لازم تجيب البيز اوف سكال. يبقى حدود الجمجمه بيبدا من عند الفيرتكس لحد البيز اوف سكال، فانا لازم اجيب الفيرتكس والبيز اوف سكال تمام مع بعض في الصوره. وتاني حاجه ان ما ينفعش يكون في حركه او روتيشن عشان ما تعملش ارتفاكت في الصوره. برضو ما ينفعش يكون في ميل ولا انحراف في السكال، لازم الصوره تبقى ثابته في مكانها بدون اي دوران ولا انحراف، عشان ما يكونش فيه كسر وهمي، ويكون القياسات اللي بياخدوها قبل وبعد العمليات تكون مظبوطه ومفيش فيها اي خلل. وبكده نكون غطينا اهم المعلومات عن فحص السكال اكس راي، تعرفنا على الجمجمه والفحص واسبابه والوضعيات وايه اللي المفروض يبان. لو انت استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف باقي فحوصات الاشعه. لو عندكم سؤال او تحبوا اعمل فحص معين اشرحه الفيديو الجاي اكتبولي في التعليقات. انا عبد الله واشوفكم في الفيديو جديد على قناه الاشعه ببساطه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.